السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هتكلم مع حضراتكم إن شاء الله عن الفن ودور الفن في حياتنا وفي أخلاقنا وفي مبادئنا، وهل الفن ليه أثر ولا ملهوش أثر؟ هل هو مجرد ترفيه ولا لأ؟ ده رسالة بندخل بيها لكل العقول والقلوب والبيوت والأسر. عايزين نعرف هل هو مجرد فن للفن والترفيه أم هو رسالة، وممكن تكون رسالة ربانية رب العباد بيوصلها من عباد إلى القوم الآخرين. فهستأذن حضراتكم نبدأ في الموضوع. نفس فن بلدي يبني الأوطان والأخلاق والمبادئ ويرسخ بداخلنا الإعمال بمبادئ القرآن والسنة، سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نفس فن بلدنا ينير الأذهان بالعلم والحق والخير. نفس فن بلدنا يرسخ داخل شبابنا عشق الأوطان والقيم واللجوء إلى الله وإلى القرآن. شفنا زمان فن وطننا يرسل لنا داخل بيوتنا رسائل بناءة في ضمير أبلة حكمة تحمل في يدها القلم وفي قلبها الحب لتعلم الأجيال معنى العلم والمبادئ والقيم. وشفنا في وقتنا هذا بدلنا أعمال مثل أعمال ضمير أبلة حكمة بأعمال تانية. بنشوف حد داخل علينا البيوت، واحدة ماسكة في إيدها السيجارة والكاس وفي الإيد التانية العاشق الولهان. للأسف زمان كان في عمل بيسمى بحياة الجوهري. هذا العمل أو هذا المسلسل أغرقنا في محيط التمسك بالقيم والأخلاق والتمسك بحبال الله وترك حبال البشر الفانية. ودلوقتي بيتصدر لينا من هي تشرب المخدرات وفمها اللبان وبتلبس العريان، وبتحس ان لما بتعمل الأعمال دي كده ان هي كده يعني مثقفة هاي كلاس متأمركة، ملهاش علاقة بالمجتمع العربي ولا الإسلامي، ولكن لازم نتأمرك وكأن أمريكا ودول الغرب هم رب العالمين. استغفر الله العظيم. شفنا زمان مسلسلات عظيمة مثل أبو العلا البشري ومسلسل بابا عبده. عملت فينا إيه المسلسلات دي؟ أرسلوا داخل صدورنا شعاع علمنا معنى الحب والدفء الأسري ولمة العيلة، ورسخ جوانا الانتماء للأرض وحب الأوطان. وشفنا الآن أعمال فنية بتفكك الترابط الأسري وبتهد كيان أخلاق الإنسان، وكل ده علشان إيه؟ يشتروا الفيلا والعربية على حساب الوطن والأديان. والشباب البراعم الصغيرة اللي طالعة للدنيا بنحولها إلى ضياع ودمار وتوهان. رسالة إلى من هم قائمون على تصدير أعمال هدامة للمبادئ والأخلاق. نحن أصبحنا في آخر الزمان وجميعنا ملاقون الله، وكل منا سوف يحاسب بين يد الله. فكونوا جنود لله في أرض الله، تحاربون الفساد والإلحاد والدعارة والمخدرات، وتحاربون الإرهاب لنحمي كلنا معا بني الإنسان، ونحمي الوطن ونحمي الدين، دين الله من السفهاء والمرتدين الذين أعماهم الشيطان بحب المال حتى لو على حساب الأرض والعرض. حفظ الله الوطن، حفظ الله كتابه الكريم من الفاسدين والمرتدين ومن الشياطين في صورة بني أدمين إلى كل من هم قائمين على الإفساد في الأرض والدين. ألا تعلمون أن الله يسمع ويرى، وأن الله يكره الفساد والمفسدين، وسوف نحاسب على أفعالنا وأقوالنا بين يد الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين إلى يوم الدين، وإحمي بلدنا وشبابنا من كل سوء يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم.